وربنا انا قلتها يا برنس، قلتها لك قبل كده لو تفتكر، ان ربنا يكون في عون مجلس اداره نادي الزمالك الحالي. حرفيا مجلس الاداره نزل يا برنس الميزانيه بتاعه كره القدم في نادي الزمالك عشان هيعرضها على الجمعيه العموميه يوم 10/12، وعينك ما تشوف الا النور. دي انت هتسمع ارقام خياليه. واحد يقول لي ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ ما انا مش فاهم، ما انا مش فاهم اللي حصل في ابو الاغرام. ايه يا ابو الاغرام؟ ربنا يكون في عونك، والله ربنا يكون في عونه. ماشي يا برنس، ولكن في البدايه كده ما تنساش اللايك بتاعك بعد اذنك، تنزل كده تعمل لايك وتصلي على سيدنا محمد عندك في التلات. ولو انت مش متابعنا تابعنا يا برنس، قسما بالله يا جماعه نص الناس بتتفرج علينا مش متابعانا، فتابعنا كده مش هتخسر اي حاجه يا برنس. بص بقى، نزلوا بقى يا برنس الميزانيه. تعال بقى نقول لك اجمالي الايرادات بتاعه فرقه نادي الزمالك من ساعه ما مجلس الاداره الحالي مسك لغايه دلوقتي. كام يا باشا؟ 422 مليون جنيه و243 الف. تمام؟ دي الايرادات اللي خدها نادي الزمالك. هتقول لي ايه ده يا عم؟ ده رقم كبير اهو يا عم، 422 مليون. تمام؟ تعال هقول لك بقى في السنه دي بقى نادي الزمالك بقول لك ايه، دخلوا 400 وحاجه. تمام؟ في السنه دي بقى نادي الزمالك صرف كام يا بيه؟ المصروفات كام؟ اسرح بخيالك، انا عاوزك تسرح بخيالك على قد ما تقدر. اسرح بخيالك على قد ما تقدر عشان قلتها لك، ربنا قسما بالله ربنا يكون في عونهم. بص بقى، اجمالي المصروفات 742 مليون جنيه و961 الف وشويه فكه. انت متخيل الرقم؟ 742 مليون. نادي الزمالك صرف في السنه دي 742 مليون جنيه. 742 مليون. لو جيت بقى فكرت في ال 742 مليون دول تصرفوا في ايه يا بيه؟ في اخطاء اداريه. اخطاء اداريه اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت ايقاف القيد. اخطاء اداريه ولسه اساسا يعني، ولسه في كمان. لك ان تتخيل ان المبلغ ده لو كان الاداره استثمرته في الصفقات الجديده كان ابو الاغرام يبقى شكله عامل ازاي؟ ابو بكلمك في 742 مليون جنيه يا جماعه. مش بقول لك ده فرق مليون ولا اتنين، ده بكلمك بقى ايه ان هم بقى قال لك ايه العجز. بص بقى العجز بقى كام؟ 376 مليون و292 الف جنيه. انت متخيل العجز بقى في كام؟ 376 مليون. انت متخيل الرقم يا برنس؟ انت متخيل الرقم العجز؟ يعني ده ليله ثانيه دول. ده دولت يشبرقوا على فرقه كره القدم. مرتبات لاعيبه، قصص لاعيبه، صفقات جديده، مدرب، كل الكلام ده. تمام؟ يعني بص بقى، قال لك العجز اتضاعف 7 مرات عن اللي هم كانوا فيه. ما هو عجز يا جماعه، ما هم القصه ان الفرقه الاداره دي جت على مشاكل، والاداره دي جت على مواضيع ان الاداره عمال تسد في مديونات هي مش بتاعتها. انا مالي يا الهب، انا مالي انا ادفع في الفلوس دي كلها. تمام؟ قال لك ان في المرتبات كمان اتضاعفت 200%، مش 100%، 200%. يعني اللي كان بياخد جنيه بياخد 3 جنيه. حرفيا قسما بالله ربنا يكون في عونهم. تخيل بحط نفسك، حط نفسك مكان الناس المسؤوله. بصوا يا جماعه، هي قصه مش قصه، سيبك من الاهلي. ان الاهلي اساسا الميزانيه بتاعته احنا معديين ال 4 مليار. 4 مليار معدينهم احنا، ولا 3 مليار، ارقام خياليه. تمام؟ ولكن بص نادي الزمالك مديوناته كام في سنه؟ الاهلي اكيد بيصرف اكتر من كده، بس الاهلي بيخش له كام؟ اكتر من كده يا بيه. يعني الاهلي ممكن يصرف له في السنه مليار. تمام؟ لاعيبه بقى، صفقات، مش مليار لكره القدم، يعني انا بكلمك في الفرقه كلها بقى والنادي. تمام؟ ولكن بص منظر فرقه الكوره او النشاط بتاع كره القدم في داخل نادي الزمالك كارثه. حط نفسك انت كمسؤول في فرقه نادي الزمالك، وقدامك كل المديونات ديت، وقدامك كل الفلوس ديت، ومطلوب منك انت انك تدفع، ومطلوب منك انت انك تسد غرامات، تعمل حوار القيد، تجيب صفقات، تدي مرتبات للعيبه، عمال، مدير فني.
هتقول لي ما هو ده شغلهم، هقول لك هو ده شغلهم لو الناس دي جت على ده شغلهم، مش يسدوا بقى ايه في غرامات. يعني هو شغلهم مثلا يدوا مرتبات لعيبه طبعا، يجيبوا صفقات طبعا، بس ما تقوليش ان انا اروح ادفع غرامات ب 300 مليون و200 مليون، ارقام. ده لسه باتشيكو ولسه فرجاني ساسي وحوار تاني يا بيه. يعني باتشيكو ده بالميت كده 50 مليون، فرجاني نفس النظام، يعني انت بتتكلم 100 مليون. بس يا برنس عاوز سيب تعليقك في التعليقات على مجلس